السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا غادة، لو بتشوفوني أول مرة. النهاردة بقى بناتي راحوا المدرسة. قلت أصور لكم منظر البلكونة كده ولسه شروق الشمس الصبح. وقلت بقى ايه، عندي الشباك بتاع المطبخ عايز يتغسل، فمسكت بقى الشباك ودعكته بقى بالفرشة والمسحوق والكلور وكده. غسلته بقى دعكة محترمة كده، وخليت كل اللي عليه ده ينزل. قعدت بقى دعكته جامد. طبعا انا بقوم الساعة 5 الصبح بلبس بناتي، وعشان هما بينزلوا الباص الساعة 6، فبقوم 5 على بيت ما لبسهم وكده، هو تحضر لهم اكلهم. التلات بنات وبينزلوا الباص بياخدهم الساعة 6:10 بس. فقلت بقى كده ايه الحاجات البدرية منسية زي ما بيقولوا كده اهالينا زمان. فقلت بقى ادعك كده الشباك دعكة محترمة كده، ودعكته مرتين بقى. لما جيت دعكته مرتين. اول مرة حسيته منضفش قوي، فضلت بقى ادعك فيه كده والجوانب بتاعته وكده كان فيه دهون وكده. دعكته دعكة محترمة وبالسبونشة برضو. بعد ما عملته بالفرشة جبت برضو الاسبونشة ودعكت بقى ايه، بس الحتة دي ما صورتهاش. ودعكته كده كذا مرة، وبقيت بحطه في البانيو يعني بشوف ان البانيو بحس ان هو احسن لي ان انا اعمل فيه يعني. ودعكت بقى هنا الازاز، بس ما صورتش بقى الحتة ديت كده. دعكته حلو قوي. بصوا بقى عامل ازاي. هنا بقى ايه، كنت خلاص خلصته وحطيته بقى على جنب ايه عشان ينزل مية منه كده، عشان احطه تاني في الشباك. هنا بقى مسكت الشباك بتاع الحمام برضو ايه، دعكته. كان عليه تراب وكده هوت، وانا بحب افتحه يعني. أنا بقى كل يوم كده بدعك الحمام، وامسح الارض واحط فنيك او جيتول اي حاجة، واسيب بقى الشباك اسيبه مفتوح. بس لما يجي بقى حد يدخل بيقفله. بس لما خلاص انا خلصت حاجتي واللي انا هعمله، بسيب الشباك مفتوح. هنا بقى ايه، رحت شطفاه بقى بيلمع وشكله جميل بقى. والحاجة دايما لما تبقى ايدك فيها بتبقى بتنور كده وبتبقى حلوة. وهنا بقى ايه، رحت شطفت بقى الجنب التاني برضو زي ما انتوا شايفين كده بقى. بصي بقى بيلمع ازاي، وانا حابة لونه قوي يعني، اللون الاحمر. حابة الحمام كده ابيض في احمر، حابة لونه. هنا بقى ايه، بعد ما خلصته خالص زي ما انتوا شايفين كده، رحت بقى فتحيه عشان ينشف وبيدخل بقى حبة هوا حلوين قوي. هنا بقى مسكت الحوض دعكته برضو دعكت الحوض والحنفية كده كلها بدعكها برضو عشان تلمع. بيبقى الحوض كده منظره جميل لما يبقى مغسول كده ونضيف كده على طول يوميا كده، بيبقى شكله جميل. ممكن الصبح وممكن بالليل لو لقيت الحوض مش حلو اروح دعكاه برضو كده، بيدي لمعة جميلة كده في الحمام، وبتحسي براحة نفسية اصلا. هنا بقى ايه، شطفت الحوض كده زي ما انتوا شايفين. فهنا بنتي كانت بتقول لي ماما حطي ميه هنا. دي ايديها بس. فهنا بقى ايه، كبت بقى ميه في الارض وحطيت جيتو الفينيك لونه غامق. بصوا كده وانا بعمل من المساحه الفينيك لونه غامق، فباين كده في الارض. هنا بقى ايه، خلاص كده خلصت الحمام خالص وسبت الشباك